تخيلوا الفرعون موسى هو رمسيس التاني. موسى راح له وقال له بكل هدوء: ارسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. لكن الغرور كان أكبر من إنه يسمع. بدأت الآيات تنزل واحدة ورا التانية، المية بقت دم، الضفادع، الأمل، الجراد، إلى آخره. كل مرة كان يقول خلاص هسيبهم، ولما المصيبة تخلص يرجع في كلامه تاني: يا راجل يا عيل. وفي ليلة هادية جدا خرج موسى وقومه من مصر في سرية. ولما فرعون عرف أمر جيشه بالتحرك فورا، جمع العربيات الحربية وطار وراهم لحد ما وصلوا شاطئ البحر. قوم موسى بقى قدامهم الموج ووراهم جيش فرعون. الناس خافت، لكن ربنا أمر موسى يضرب بعصايته البحر، فانشق البحر نصين وعدى موسى وقومه بأمان. فرعون دخل وراهم بكل غرور، لكن الموج رجع زي ما كان. اللي كان شايف نفسه إله جري قدام عيون جيشه. تخيل بقى إن في ناس بتقول إن كل ده حصل من رمسيس التاني، الراجل اللي لما مات كان عنده حوالي 90 سنة، وكان بيعاني من تصلب في الشرايين وتيبس في العمود الفقري والمفاصل وأعراض الشيخوخة الواضحة. بعد كل ده لسه مصدقين إن رمسيس التاني الراجل العجوز هو فرعون الخروج؟ طب بلاش، راجل بكل الأمراض دي هيقدر يطلع الصرح اللي أمر هامان يبنهوله عشان يوصل لإله موسى؟ يعقلوها كده.